عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. يلا كده قوموا تشجعوا، العيد خلاص داخل علينا. طبعا شايفين البيت عندي كان في وضع كارثي. بس هنا بوريكم يعني انا قسمته على ايام. طبعا المطبخ عملته معاكم قبل كده. وهنا كنت شايفين الكنبة دي كل ما اغسل حاجة او انجد حاجة برمي على الكنبة دي. وبصوا هنا الكفرات والسجاد والأوضة طبعا مقلب زبالة، كل ده مغسول الحمد لله. قلت اتشجع بقى واقوم دي طيارة يوسف. طبعا خدنا الاجازة خلاص. انا بقى يا قمر كنت شلت الكفرات بتاعت كراسي السفرة وغسلتها كويس قوي. طبعا شايفين المنظر. وظهر الكنبة ده كله والايادي دعكتها برضو بغسلها بايه، بجيب كده المسحوق بتاع الاوتوماتيك عشان ما بيعملش رغاوي، بشوية مية بشوية كلوريكس الوان وبالفرشة عادي بغسله بيروح زي الفل. وطبعا انا برضو محافظة عليه لان مغطياه دايما باستمرار زي ما انتوا شايفين. وحتى الكفرات بتاعتي دي بتاعت الركنة بتتشال، اللي هي الرصاصي دي، بس انا طبعا ايه لقيتها نظيفة فمرضتش اغسلها بصراحة. كنت لسه غسلها عن قريب فمرضتش. طبعا لازم تتشمس، وانا كنت مشمسة حاجة الانتريه بتاعي اللي انا موزعاه ده وكنت غسلاه برضو. انا بفرش تحت ركنة كده بطاطين، بصراحة بيبقى يعني فوق دولاب عندي بيبقى مليان، وتحت السراير مش بلاقي لهم مكان، وفي نفس الوقت بيظبطوا لي القعدة. فبحطهم تحت ركنة زي ما احنا شايفين. وعايزة اقولكم كمان تحت ركنة انا حاطة السجاد بتاعي، لان انا طبعا فرشة بديل السجاد. فيعني مزنقة كل حاجة. والله الواحد لو عليه هيبقى عايز أوضة لوحدها مقفولة كده يشيل فيها كل الكراكيب بتاعته. نفضتها هنا وشمستها، كانت اتشمست وعطيتها تنظيفة حلوة كده، تنفيضة في البلكونة. بص انا اهم حاجة عندي الحاجة تتشمس. والكنبة اللي في الوش دي انتوا حاسين اللي فيها غمقان كده؟ لا، هو اللون الجلد المقلوب ده بيكب، يعني تحس اللي هو كده لون مختلف، بس هو هو الكاميرا بس اللي مبيناه كده. انا كنت فرشت هنا الركنة الحمد لله، بس الخداديات البيضة دي انا غسلت ايه الوشاش بتاعتها فسبتها كده وشمستها طبعا. ادخل بقى على الكنبه بتاعه الانتريه اللي تحت الشاشه، كل دي كانت مغسوله. عايزه اقول لكم كنت غسلاها وكنت فرشاها ومخليها زي الفل والله. بس طبعا ايه القعده عليها وكده بهدلتها تاني. هديها تنفيضه كده وهفرش لها كفر برضو. وهلمعها تلميعه حلوه. والله يا جماعه انا بشوف الفيديو كده بفرح قوي، يعني نفسي الحاجه تعدي بسرعه كده. عايزه اقول لكم ان انا ابتديت الساعه 9 الصبح، خلصت الساعه 12 بالليل، كنت خلصت حقيقي كنت خلصت. وسبت كمان الحمام ما دعكتوش لتاني يوم. يعني يا دوبك عملت البيت بس. وطبعا كنت مخلصه المطبخ اصلا، يا دوبك خدت سيقه كده وفرشته وخلص على كده. هنا بقى بلمع كل حاجة، طبعا لازم ألمعها لأن عايزة أقولكوا الشقة لما تبقي شايلة منها السجاد والمفارش بتلم كمية تراب غير طبيعية. طبعا الشجر ده كله أنا كنت غسلاه وكنت موريها لكم في الفيديو اللي قبل ده. غسلت كل الشجر، غسلت كل الزرع، غسلت كل التحف اللي عندي، كله اتغسل. يعني بصراحة ما بحبش أخلي حاجة غير لما أشيل من عليها التراب واغسلها. هنا حسيت الكوشن ده بتاع المخدات لايق اكتر، فقلت اجيبه هنا اغير يعني وكده. بس انا كنت فرشته كده زي ما احنا شايفين. انا بحب قوي الكفر الرصاصي ده. بحس اللي هو ماشي، وفي نفس الوقت الانتريه ايه يعني لحد ما اخلص منه كده، فبحاول ان انا اغير من شكله. الترابيزة بتاعتي هلمعها طبعا، وبعدين قلت ايه بلاش اخليها في النص. كانت مزنقة واحنا بنحب يوم الوقفة كده وداخل علينا الصيف. ممكن نقعد على الارض، بنحب قعدة الارض على فكرة. يبقى المكان واسع قدامنا كده. يعني هجيب الترابيزة على جنب تاني. زي ما قلتلكوا انا كل ما بسيق بحب اللي انا ايه اغير يعني. ماشي، هنا هدخل على البلكونه بقى. الشيش ده بصوا يعني بعد ما اشيل التراب من عليه هكب عليه شويه ميه بصابون بقى وهخليه زي الفل. انا محبش اجيب عليه ميه كتير، بس ايه في الاعياد لازم طبعا. يا ريت يا قمر اللي متابعني يقولي هو متابعني منين ومن انهي بلد، اتشرف بمعرفتكم ويبقى شرف ليا كبير قوي. واكتبوا لي في التعليقات كده وفرحوني ايه اللي بيعجبكم فيديوهاتي، ايه اللي ما بيعجبكوش، انا بتقبل جدا. ويا ريت كل اللي يشوف الفيديوهات بتاعتي يدخل كده يعمل اشتراك كده وعشان يفرحني وخلي القناة بتاعتنا تكبر ونبقى عيلة كبيرة بإذن الله. هنا بقى كنت نفضت الشيش ومن التراب والسلك والكلام ده. بصوا لازم هنا بقى ايه غسلة محترمة كده. عايزة اقول لكم هكب مية في الشقة كلها هغرق الشقة كلها. خليته طبعا، يعني انا نفضته، لازم تنفضيه من التراب لان انتي لو كبيتي مية على التراب هيلزق في الشيش.
فلازم تنفيضة حلوة كده تشيلي منه التراب، وبعد كده ايه تكبي مية براحتك. تمام. انا هنا بقى خلصت كبيت المية بتاعتي، وعايزة اقول لكم هلمعه والمع الازاز واخلي الدنيا زي الفل. هنا برضو نفس الكلام، بصوا بكب مية، بس انا طبعا كنت زقيت الكنبة الركنة الاول. عملت تحتها لان في سجاد وكده، فما رضيتش اصور لكم بصراحه، لان انا وانا بزقه كده ما بحبش اصور. بصوا كبيت ميه، انا كنت كانسه الارض الاول، عطيتها كانسه عشان التراب. وبعد كده كبيت ميه زي ما احنا شايفين، ميه بكلوريكس الوان عشان يخلي الريحه حلوه، وطبعا بلاش كلور ابيض عشان طبعا الهدوم والانتريهات والحاجات دي ما تتبهدلش. فخليكي في كلوريكس الالوان، بيعقم وفي نفس الوقت بيلمع ويدي ريحه حلوه. بص هنا كنت نضفت بقى وسيقت، بصوا بوريكم الارض بتلمع ازاي. خلصت ولميت المية من البلكونة، وكانت الدنيا زي الفل. هدي مسحة كده للترابيزة دي تاني، وقلت افرش عليها المفرش ده. انا ده عامة بفرشه على السفرة، بس قلت اغير. وبعدين يعني هو بعد العيد وهشيله، لان الفرو انا بحب اخليه للشتا. بما اننا داخلين على الصيف هغيره، يعني هتلاقيني بعد العيد غيرت. هرص بقى عليها الحاجة بتاعتها، طبعا كلها اتمسحت، واللي اتغسل اتغسل، بس طبعا الكونكريت ده مينفعش تجيبي عليه مية، عشان برضو ده يعتبر زي الجبس ما يتبهدلش معاكي. اللي وصل الفيديو لحد هنا منسيش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. بص انا كنت بقى بجرب معاكم، انتوا عارفين انا بحب اللي انا اغير، يعني ما بحبش يبقى روتيني اللي انتي الحاجة هي لا. على فكرة انا لما طلعت عملت الريسبشن كنت عملت اوضة النوم بتاعتي الاول وقفلتها وفرشتها. بس انا من طبيعتي بصراحة سامحوني ما بحبش اصور اوض النوم يعني. فكنت خلصت هنا اوضة النوم وطلعت على الريسبشن يعني كنت في نص الهدة. البومبونيرة دي انا عارفة في ناس هتشوفها تقول قديمة، بس انا بحبها قوي اطلعها في الاعياد، يعني انا بطلعها في الاعياد بس. بحط فيها بقى البونبوني والشوكولاتة، كل سنة وانتم طيبين وربنا ما يقطعها عادة يا رب. هنا بقى هفرش هغير، جبت الكفر الرصاصي ده هنا. انا كنت لو تفتكروا كنت حاطه اللي هو البيش. والتكبيرات بقى شغاله. بس كده، وبوريكم بقى انا كنت خلصت البلكونه وسيقت وفرشت ومرضتش افرش فرشه كبيره في البلكونه عشان خاطر الجو حر، فقلت افرش مشاية صغيره كده. ندخل على الكارثه الكبيره دي بقى. ربنا يعيننا ويعين كل واحدة يا رب بتفرش البيت محدش بيساعدها. يعني بص لقيت الكرسي ده الرجل بتاعته كده من تحت مفكوكة، مش عارفة من ايه، بس اكيد من ولادي، يعني ربنا يصلح حالهم. همسكه. بص الكراسي دي كلها انا غسلاها على فكرة، يعني انا فرشة يعني اوريدي فرشة كفرات على طول. بس لما شلتها لقيت كام بقعة فقلت لا هغسلها. بالخلطة اللي انا عملتها دي. زي ما قلت لكم كلوريكس الوان مسحوق غسالة اوتوماتيك عشان ما بيعملش رغاوي. الحاجة لما بتعمل رغاوي يا جماعة بتجير معاكي، فنصيحة بلاش نقي حاجة ما تعملش رغاوي. هنا بقى كنت بلمع، عايزه اقول لكم لقيت والله اكل على الخشب، بقيت زي ما انتم شايفين عماله ادعكه كده وانضفه. وهشيل السفرة خالص، وعايزه اقول لكم هغرق الصاله، يعني هغرقها ميه حرفيا، حتى على الحيطه اللي هي عند الباب دي برضو لقيتها مبقعه مكان ايد الولاد. كله هيتلمع، والنيش طبعا عايزه اقول لكم كان كله تراب. انا النيش ده ما بفتحوش لان انا بعمله في العيد الصغير، انا بعمله مره واحده، اللي متابعني عارف. بعمله مره واحده بس في السنه. بما انه دولاب مقفول وكده فانا مش مفهوش تراب من جوه يعني. فهي كفايه عليه قوي مره واحده في السنه بغير كمان الرسمه بتاعته من جوه. بصوا انا هنا الاول بشيل التراب وهمسك بقى ميه، شايفين؟ هكب ميه على الحيطه والله العظيم. بس غلطت غلطه اللي انا عملتها بالمكنسه، لقيت طبعا المكنسه كانت مش نضيفه فبهدلت لي الحيطه. فقمت كبه ميه تاني زي ما انتم شايفين كده، ميه بقى بكلوريكس بقى وخليت الارض بقت ادعكه، لان الحته دي ولادي بيدخلوا بيها بالشوزات. فدايما تلاقيها لونها غامق من كتر ما بيدخلوا بيها بالشوزات، فتلاقيها مش نظيفه. مهما تسيقي فيها لا، عايزه دعكه كده حلوه. عايزه اقول لكم الكلوريكس ده هيلمع الارض والله. لمع لي الارض حرفيا يعني. هكب هنا ميه الميه دي ما بكبش كتير على فكره يا جماعه لو تلاحظوا. يعني هو كوزين بس كده. وهلم المية دي طبعا كلها يعني بعد كده، لان المية كلها عندي الميل جنب النيش. فالحمد لله اللي هي وقفت جنب النيش ما دخلتش تحت النيش. انتي خليكي ناصحة واعرفي هي المية عندك بتقف فين عشان ما تبهدليش العفش.
هنا كنت فرشت بقى وسيقت وخليت الدنيا زي الفل، ودي رتبتها الكنبة دي زي ما انتم شايفين، كان عليها كركبة خرافية. فرشتها كده بقى وهنا هفرش برضو الصالة. قومي اتحمسي يلا يا قمر كده وشغلي تكبيرات العيد زي ما انا كنت عامله. على فكره يا جماعه انا ما فصلتش تكبيرات العيد عشان تديني نشاط، يعني انا فعلا تعبت جدا جدا في البيت كاني ما بعملهوش خالص. بس تكبيرات العيد كده وهي شغاله في البيت بتديكي باور، يعني بتديكي طاقه. هنا بقى وعلى فكره غيرت، جبت الزرعه هنا دي زي ما احنا شايفين لان حطيت الترابيزه مكانها. المفرش ده انا ما مطلعهوش كتير، ده المفرش اللي انا اتجوزت بيه يعني. قلت لا اطلعه بقى بما ان الولاد خلاص خلصنا مذاكرة الحمد لله وخلصنا امتحانات ودراسة، فمش هيذاكروا على السفرة، لان هو لو بيذاكروا على السفرة بيبهدلوه طبعا بالقلم وكده، فغصب عنهم يعني بيجي عليه حبر، فبشيله بصراحة بفرش حاجات صغيرة. قلت لا افرشه في العيد، وهتلاقوني برضو بعد العيد هغير اكيد يا جماعة، انا عندي كمية مفارش كتيرة قوي فبحب اغير فيها يعني. تمام. هرتب بقى كده السفرة زي ما احنا شايفين، برضو بحب ايه اغير واعمل، اجيب دي كده اجيب دي كده عشان لازم تغير. والورد ده انا كنت غسلاه برضو، غسلته وغسلت الفوزة بتاعته، غسلت كل حاجة والله. لو وصلتي لحد هنا يا قمر اتكرمي عليا كده بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة، هنا بوريكم اللهم بارك كنت خلصت. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ونعاد عليكم الايام يا رب بالخير وعلى ولادكم.